كان متأكد إن المنتج ده هيكسر الدنيا لحد ما شاف رقم واحد بس. كيف عمل كل حاجة صح، منتج حلو وتصوير كويس وإعلان رائع وكل حاجة تمام، وراح نزل بالمنتج السوق. بس بعد فترة قصيرة اكتشف إن المنتج ما بيتباعش، وبدل ما يلوم السوق راح بص على مؤشر واحد بس. المؤشر اللي سيف بص عليه هو حجم البحث الشهري أو السيرش فوليوم، وده ببساطة مؤشر بيوريك الناس بتدور على المنتج قد إيه. وسيف اتصدم لما لقى الرقم أقل من 100، وده معناه إن المنتج معلهوش طلب أصلا. ودي قاعدة ذهبية في البيزنس، لو مفيش طلب أحسن منتج في العالم مش هيتباع. فقبل ما تبدأ أي بيزنس أو مشروع اسأل نفسك، الناس بتدور على المنتج بتاعي أو الخدمة اللي أنا بقدمها ولا لأ؟ وفر فلوسك واشتغل بالأرقام، واعرف إزاي تقرأ الأرقام صح. ولو عايز تتعلم بيزنس، تسويق أو بيع، هتلاقيه هنا على قناة بيزنس على السريع. تابعنا واشترك في القناة وهيوصلك كل جديد، وخليك دايما سابق بخطوة.